على أنغام الكيمي كيمي كا والكيمي كيمي كو، الزمالك طاير لصدارة الدوري بأقدام شيكو بنزا. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل ما نخش في أحداث الماتش، مش قلت لك السر في شيكو بنزا يا غالي؟ طب بقول لك ايه، اسمع معايا كده. عشان كده انا قلت السر في شيكو بنزا. بنزا يتحرك في المساحة دي وان شاء الله هيسجل ويخلص، وهو عنده القدرة على كده بإذن الله. وزي ما عملها في مودرن يعملها في فاركو. عيب عليك والله ما هغشك، اهو هو اللي سجل وكمان كان هدف الفوز. سهلة الدنيا وهم بيصعبوها عليك والله. يلا بينا يا غالي على تفاصيل الماتش. بدأ الزمالك بصبحي ابو الركب شمال، وعمر جابر يمين، ابو الاوناش وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، دونجا وعبد الله وماهر، قدامهم الفينا وشيكو والدباغ. تشكيل في رأيي في غلطتين، اولهم اللعب بفتوح على حساب بنتاي، خصوصا في ماتش انت عايز الباك يفتح مع الجناح عشان بتلعب فرقة مقفلة بخمسة ورا. ففتوح مش هو اللاعب ده. فتوح اصلا لما بيطلع لنص الملعب بيهنج، والرئة بتاعته ما بتخلوش قادر يتنفس. ده غير ان انا بصراحة رامي توبته ورامي اي حاجة تيجي من ناحيته، ومش عارف اللي لسه بيراهن عليه بيراهن بأمارة ايه. على العموم هي كده كده اخر فرصة، فمش هتكلم في النقطة دي كتير. تاني غلطة هي البداية بدونجا على حساب شحاتة. صح قلنا بلاش الاتنين مع بعض، لكننا قلنا برضو ان اللي يلعب شحاتة مش دونجا، لحد ما جون يجيب 6 حقيقي يليق بنادي الزمالك. هتقولي دونجا النهاردة ما كانش وحش، هقولك ولا كان كويس يا غالي، كان عادي. ومش الزمالك اللي يبقى نص ملعبه لعيب عادي. ومن الاخر مش الزمالك اللي يبقى الستة بتاعه دونجا. اللي مش عايز يقتنع هو حر، والايام كفيلة تربيه وتعلمه. نيجي لبداية الزمالك للماتش بالله عليك وبدون اي تجميل للكلام. ده كان منظر لعيبة وفرقة عايزة تكسب وتتصدر. قلنا بدل المرة 100 مرة انزل ضاغط راجل، كسح اللي يجي قدامك. مش هتكسب دوري بالدلع والعلقية دي. مش هطول في النقطة دي علشان كسبنا، لكن احنا بنقول علشان اللي جاي، لان بسبب الدلع ده قدم الزمالك شوط سلبي سيء مقرف، ودخل فاركو الجيم معاه. جبهة فتوح مخترقة، عدي مش واثق لسه في نفسه، ناصر بيحنكش، الفينا جامد، صبحي دبابة، وعمر جابر هيشلني. شوط حقير وحقيقي مش عايز اتكلم عليه علشان فرحتنا بالفوز ما تقلش. لكن في نقطتين مهمين وسببهم الحكم. الفينا بيتعجن بدل المرة 10، وهو ولا هو هنا. لعيبة فاركو كل شوية تقع وتضيع وقت، وفي الاخر حاسب 4 دقايق وقت بدل ضايع، وختمها بضربة جزاء لشيكو. لا حسبها ولا الفار رجعه ولا اللعيبة اعترضت، واللعبة عدت عادي. والتحكيم المصري لسه لا مؤاخذة بخيره. شوف بقى اللي قلته على الشوط الاول حصل عكسه تماما في الشوط التاني. زمالك نازل ضاغط بياخد الكرة بسرعة، اللعيبة تحسها فاقت اخيرا من الغيبوبة اللي كانوا فيها. الفينا بيوفرلاب مع ناصر، وعرضية من ناصر، والدباغ يسرق ويحط، والمدافع يشيل من على الخط، وشيكو من غير حتى ما يبص بوم، والهدف الاول. اخيرا الزمالك قدر يسجل بعد كل الاستحواذ ده والسيطرة على الكورة. الواحد خلاص سيناريو ماتش المقاولين كان ابتدى يجي في دماغه، لكن الحمد لله ربنا ستر وقدرنا نسجل. كل ده حصل واحنا بنفس التشكيل، لكن الاداء كان غير، وده معناه ان اللعيبة هي اللي بتتمرقع. لما منافسينك يتعثروا المفروض تنزل تاكل اللي قدامك وتستغل وقوعهم، مش تنزل تتمرقع في الملعب. رسالة ونصيحة ليكم، والله الموسم ده ما في حجة لحد فيكم، ولا هنرحم حد منكم لو ما وصلناش للي عايزينه اخر الموسم. وحتى في ماتش النهاردة بعد الهدف، بدل ما تدوسوا وتغطوا الجون رجعتوا تتمرقعوا تاني. لا، هي مش بالمزاج، لانها لو ضلمت هتضلم عليكم انتوا، وساعتها محدش هيرحمكم. بيتدخل فيريرا ويطلع فتوحة بالركب وبينزل مكانه بنتاي. بعدها ابو الرجولة بيلبس لاعب فاركو طرد، وبقينا زايدين واحد نضغط بقى ونخلص الماتش. لكن فيريرا كان ليه رأي تاني بتبديلاته، طلع شيكو وعبد الله والدباغ، ونزل ادم كايد وشحاتة
وناصر منسي. هنا بقى لينا واقفة، الفرقة اللي قدامك ناقصة وانت متقدم واحد بس، يعني التغييرات اللي تنزل تزود هجومك وتخلص على الماتش. لكن منزل شحاتة جنب دونجا وطلعت عبد الله، طب اعمل كده وانت كسبان فرق 2 على الاقل. وبعدين ليه تظلم شيكو؟ يعني الناحية اليمين فتحت وخلاص هياكل عيش على قفاهم، تقوم سحبه واللي ينزل مكانه كايد اللي هو اصلا مش جناح، وباين قوي يا فريرة انه مش جناح. معرفش انت ليه مصمم ومقتنع انه ممكن يلعب دي. حتى عدي كان ليه الدور الاكبر في الهدف، سيبه شوية ياخد ثقة ونزل منسي معاه، ما فيهاش حاجة يعني. تغييرات صحيح قتلت اللعب وخلصت على اي خطورة لفاركو، لكن الكلام ده كان هيبقى صح لو الفرق اكبر من واحد. لكن كرة ثابتة كده طويلة طايشة هنا كان ممكن الماتش كله يضيع مننا. فوق يا عم فريرة، الدنيا اسهل من كده. شوف، ورغم كل ده الزمالك كان ممكن يخلص الماتش ده 3-4 بالراحة. عد معايا، عرضية من عمر جابر بعد ما اخيرا بص قبل ما يرفع، منسي بيركب تتصد وتيجي في العارضة، منسي تاني بياخد الكرة من شيكا والجون فاضي ويحطها في العارضة، الفينا بيقطع ويهيئها لشريف في قلب ال18 لكن يحطها في المدرجات. الفينا بقى نفسه ضيع عرضية على خط الجون من بنتاي. ماتش خلصان 1، لكن لو في لاعيبة رجالة مركزة في كل كرة تجيلها كان خلص 3 على الأقل. يا جماعة شوية تركيز، الدوري لسه طويل، كفاية طيبة قلب، لما تقدر ما تعفيش واللي يجي تحت رجلك دوسه. لعيبة لازم تاخد حقها ولعيبة تانية لازم تاخد على دماغها. من اللعيبة اللي لازم تاخد حقها هو صبحي. لا 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 لا، انا ما اقصدش صبحي، انا اقصد احسن حارس في مصر دلوقتي. صبحي هو احسن حارس في مصر، واي حد يقول لك غير كده يبقى حمار وبديل. صبحي اداؤه ثابت قوي من اول ماتش في الموسم ولحد دلوقتي، اداء ثابت، تحسن واضح جدا في العرضيات وخروج عظمة بالكرة من تحت، وكمان بيشارك كتير في بناء الهجمة حتى لو بسرعة. الايد والرجل اللي هو بيعملها دي مكيفة بصراحة. لعيب تاني محتاج برضه ياخد حقه وهو الونش اللي من ماتش بيراميدز وهو عمال يرجع لمستواه، والنهاردة انا اقدر اقولك ان بنسبة كبيرة الونش رجع كتير قوي من مستواه. الونش كابتن وقائد دفاع منتخب مصر في افريقيا اللي جاية ان شاء الله. لعيبة بقى لازم تاخد على دماغها، او بالظبط يعني لعيب واحد وهو ناصر ماهر. يا ابني هي الباقة بتاعتك بتخلص بسرعة قوي كده؟ يا ابني انت ما عملتش غير ماتش واحد بس كويس بتاع سيراميكا، اول ماتش اصلا، انت هنقضيها مرقعة كده؟ على فكرة الكلام ده هناك عند ابو الباس احمر، احنا هنا مش عشان جايبينك من عندهم هنقعد نطبطب وندديلك. لا يا حبيبي، اخرك معانا الموسم ده يا تبقى راجل ولاعيب يعتمد عليه، يا تتكل على الله تروح بقى بيراميدز ترجع فيوتشر، انت حر. كلمتين لفريرة، كمل، انت مدرب كويس بس في شوية اخطاء كده محتاج تظبطها، لكن مع الوقت هتظبطها لان الاساس عندك والفرقة ليها شكل في الملعب. لكن انا مش طالب منك ده دلوقتي، الاهم ان احنا نكمل على نغمة الانتصارات ونكمل ونفوز ان شاء الله باذن الله ماتش وادي دجلة. بعد كده بقى يجي التوقف الدولي، ريح بقى لاعيبتك ودربهم وفهمهم اللي انت عايز تفهمه لهم، لكن المهم نخلص باذن الله ماتش وادي دجلة لصالحنا، وان شاء الله باذن الله الاتنين التانيين يولعوا في بعض، واحنا خلينا على الصدارة في الرايق منه.